يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده يا ست الكل هعمل لك الجبنه الكريمي. عملناها ازاي؟ هتحطي الجبنه القريش في الميه المغليه. ازاي الكلام ده؟ علشان نحول الجبنه القريش لاحلى جبنه كريمي ممكن تاكليها. جبنه صحيه سهله سريعه، في 3 دقايق بالظبط تقدري تعمليها، ومش هتشتري بالغالي يا ست الكل. وطبعا اللي بنشتريها مواد حافظه بقى، وانتوا عارفين ايه، هلم جرب. بس في بدايه الفيديو كده هوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض على القناه، واسيب لك اللينكات كلها في صندوق الوصف. بس قبل ما يبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للصميات. طبعا يا جماعة تشاركوا الفيديو ده بين أصدقائكم علشان تعمل الفائدة للجميع. ولو بتشاهدوني من على التيك توك أتمنى تنوروني تشرفوني على قناتي على اليوتيوب. واللي مش عارف يدخل القناة ازاي، هتخش الصفحة الرئيسية بتاعة التيك توك، هتلاقي كلمة اليوتيوب، اضغطي عليها توصلك للقناة. وقناتي اسمها الوصفة المميزة مع تغريدة الصباح. ويلا بينا. مبدئيا كده انا معايا خرطتين من الجبنه القريش بيعادلوا حوالي 300 جرام. معايا ميه مغليه، هنبدا نحط الجبنه القريش في الميه المغليه لمده قد ايه؟ لمده دقيقه بس يا ست الكل، ما تزوديش عن دقيقه. بس اهم حاجه الجبنه القريش دي تكوني مطلعاها من التلاجة قبلها بساعتين 3، المهم ما يكونش ساقعه، علشان تقدر تحس يعني الجبنه تحس بسخونه الميه كويس. وبعد ما يمر عليها دقيقه هتطلعيها وتصفيها كويس قوي. متفقين، موضوع مفيش اسهل منه. شايفين الجبنه عامله ازاي؟ اكنها موتزاريلا. شايفين بتسيح وعامله بتمط ازاي؟ ما شاء الله عليها، تحفه بصراحه. وبعد كده ايه الاضافات اللي انا هضيفها؟ ان انا احولها لجبنه كريمي وطعمها جميل جدا وفوق الوصف. ببدا اهرسها بشوكه كده. طبعا الكلام ده يا جماعه اول ما بتطلع على طول في الماء المغليه، ما تسيبهاش تبرد. احنا عايزين نضربها كده في الكبه وهي سخنه علشان تنعم معايا. ومعايا رشه من الملح. الملح ده على حسب انت جايبه الجبنه ملحه قوي ولا حسب برضو زي ما انت حابه. وبعد كده هننزل بنص كوبايه من الحليب، وربع كوبايه من الزيت. طبعا يفضل زيت ذره او زيت عباد الشمس اللي انت حاباه، بس ما يكونش له ريحه. ولو عندك قشطه وش اللبن انزلي يا ست الكل بمعلقتين كبار، مش هيضر، هيطعم الجبنه معاكي ويخليها طعمها جميل. لو ما عندكيش قشطه وش اللبن دي مش لازم خالص يا ست الكل، وهيبقى زي العسل من ايدك. وبعد كده هقلب تقلبتين حلوين كده. وبعد كده هاخدها على الكبه واضربها كويس قوي. طب انا ما عنديش كبه كهربائيه، طب اعمل ايه؟ هتفضلي تجيبي مضرب يدوي وتنك تضربي بايدك كده في الخليط اللي انا عملته ده لحد ما تنعم وتوصل بقوام اللي انت شايفاه كده. حد هيقول لي القوام ده يعني طري. اول ما بخش التلاجة يا ست الكل بيجمد عن كده كتير، لان هي لسه طبعا سخنه، فعلشان كده بتحسي ان هي ايه، طريه. شايفين القوام ما شاء الله عليه كريمي وتحفه، وطعمها وريحه فوق الوصف. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم النهارده، وهستنى منك كومنت لما تعملي وترجعي تاني تقولي لي رايك فيه. واسيبكم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء.